من أهم المهارات اللي لازم تكون معاك طالما ذاكرت fundamentals هي إزاي ترفع شريحة جلدية أو skin graft، بالذات الsplit thickness. في بلاد كتير في وسط الحروب زي ما انتم شايفين مش هيكون متوفر رفاهية زي الدرماتوم. ودلوقتي بنشرح آلة من الآلات وهي الواتسون نايف. عايز أقول لك إن حتى الواتسون نايف ذات نفسها مش هتكون موجودة وقت الحرب. ممكن تلاقي إنك أنت معاك مشرط تشتغل بيه السكاكين القديمة، زي تلاقي نفسك زي الجزار وتبدأ تشفي. ولكن هنقول إنك أنت كجراح تجميل معاك الآلة بتاعتك وهي سكينة الترقيع. تعال نشوف مع بعض إيه سكينة الترقيع، نتعامل معاها إزاي، إيه الأجزاء اللي فيها، ونمشي سوا. يكون فيها 2 لوك. الى جانب المجرى ده اللي بيتحط فيه تحتيه السكينه في المكان دوت. اللوك ده عشان خاطر نقفل، واللوك ده اللي احنا بنظبط عليه المقاس. اللوك ده بتاع المقاس اللي احنا موضحين دلوقتي في الصوره واضح. ساعتها مش هقدر احرك ده. عشان احرك اللوك ده لازم افتح هنا واحرك اللوك ده. في الاغلب بيكون بناخد على شرطتين كده تكون سبليت سيكنس بتاعتنا. اكتر من كده لو انت بتعمل ديبرايد في الاسكاروتومي، قصدي الاسكاريكتومي، بتتقلب اسكاروتومي، قصده الاسكاريكتومي. السلاح لما بنيجي نفتحه بيكون مشروط الناحيه الثانيه، اوقات بيكون طن نيجي نفتح. تركيب السلاح مهم جدا تكون واخد بالك بندخله ازاي. بندخله من تحت بعد ما فكيته ونبيته في المكان بتاعه. انا كده قفلت عليه، السلاح مش هيتحرك. طب انا اعرف ازاي انا ظبطت السكينه بتاعتي؟ لازم افتح اللوك الاول. بعد كده على هذا الاساس لاحظ الويندو بتاعت الضوء. شايفين ويندو الضوء ديت اللي عند الماوس؟ الضوء اللي بينور ويطفي. لاحظ الويندو بتاعت الضوء تاني. لو انا جبت المشرط، المفروض الايديال يا اما انت تشوف يا دوب سن الضوء اللي هو على الشرطتين، او سن المشرط يعدي منه. في هنا اهو شرطه صغيره باينه. الشرطه دي هي اللي احنا هنظبطها على 2. طب انا ظبطت على 2 اعمل ايه تاني؟ واقوم اقفل هنا في اللوك. بعد ما ظبطت هنا بتقفل باللوك اللي هنا. ظبطتها. طب اتاكد ازاي؟ هنبص من هنا هنشوف الضوء كده يا دوب معدي سن الضوء. لا لقيتها انها قافله خالص، لازم اتاكد ان انا فتحت. طب احنا كده فتحناها على 2. نيجي نبص تاني. شايفين سن الضوء حتى ايه باين ان هو ادي الفوطه باينه الحز بتاعها. لكن انا لو قفلتها هتلاحظ ان كده فتحتها للاخر. هنا هو كده قفلتها. احنا محتاجين يا دوب يعدي الضوء. كل ما كان الديسبليت كل ما الجيت هيكون افضل. وزي ما بيقول الكتاب ان انت كانك يا دوب يعدي سن مشرط. لو جينا بصينا يا دوب يعدي السن بتاع المشرط. ولما اجي اخلص اقوم افتح من هنا والقها خالص، وبكده اقدر ان انا اطلع السلاح. طبعا لما اجي ارفع السلاح مش هاخده على ايديا زي ما انا عملت كده اهوت. انت المفروض انت هتاخده بموسكيتو، ولكن ده الديمونستريشن انك انت شوف لما انت فتحت صح وفتحت اللوك اللي هنا ده، ساعتها هيتزحلق السلاح ببساطه. في ناس بتعرفش انها ترفع السلاح، يعرف ان هو يا دوب يظبط السكينه. طبعا السكينه زي ما انت شايف ليها الهاندل بتاعتها، ليها الرول اللي موجود عليه المجرى بتاع اللوك، ونهوت المجرى التاني اللي فيه اللي احنا بنظبط اللوك اللي هنا على المقاس، واللوك اللي هنا اللي احنا بنعمل نقفل بيه على السكينه. وطبعا السلاح اللي احنا هنرفع بيه الرقعه. ماشي. طب في سؤال، انا دلوقتي ما اشتغلتش بالسكينه، استمتعت ان انا ازاي اركبها. ازاي اشتغل بالسكينه؟ ماشي، تعال ده الفيديو الجاي. قبل ما اجي ارفع السكينه واشوف انا هسحب الرقعه بتاعتي ازاي، لازم اشوف ازاي انا بتعامل اهو. بتشوف الضوء وانت رافعها لفوق، ده الطريقه اهو. انا بظبطها كده لفوق مش لتحت. لما كنت بظبطها لتحت ده كان فور ديمونستريشن فقط. ماشي. طبعا اشكر دكتور نجار اللي ساعدني جدا في تصوير الفيديو. طب انا هرفع رقعه ازاي؟ ادي دلوقتي جهزنا المكان. الرقعه بتاعتنا
لازم الجلد دي الرو اريا اللي احنا هنرقعها. ما بنحتاجش كده. لما نيجي نرفع سكه الترقيع لازم اللي بيساعدك يحاول ان هو يشد الجلد على قد ما يقدر. في طريقتين، في طريقه ان انا امسك الفرشه واعمل لها رولينج كده، فزي ما انتم شايفين ده هيساعد اي حد مبتدئ ان هو يعمل الطريقه دي. طيب ايه ميزتها؟ ان انت الجلد مشدود جدا، عيبها ان انت هترفع شيت رفيع، بس ده مش عيب. ليه؟ تقدر ترفع كذا شيت جنب بعض وانت ضامن انك انت هتقدر تمشي والجلد مشدود. الجلد لو مش مشدود مش هيترفع. طب الطريقه الثانيه، بدل ما انا شادد كاني ماسكها، ايديا باينه ان انا ماسكها، ان انت بقى ايه تقوم تفرد. بس لما هتفرد ده هيحتاج مجهود من اللي فوقك، استاذنك تظبطه بسرعه. انت هتحتاج انك انت اللي قدامك هيشد كده، واحد تاني يشد قدامك كده، وبايده الثانيه يكون رافع عشان يدي مساحه. ميزه الموضوع ده ايه؟ انت هترفع شيت عريض، لكن عيبه ان انت لو واحد فيكم راجع في النص ممكن يحصل انتربشن للشيت بتاعه. طيب تعالى نرفع بقى الشيت. احنا كده عرفنا التنبيهات اللي احنا هنعملها. يلا بينا. لازم يبقى في فاكتور كاونتر فراكشن زي ما اتفقنا. بص خلوا بالكم، انا ده ايديا ودي ايدي المساعد بتاعي. انا بهيكل نفسي جوه العمليات بالطريقه اللي تريحني، انا الاوبريتور، فلازم اقف براحتي. ولما تشتغل بالسكينه، طالما انت رايت هاندد تشتغل بايدك اليمين، لو انت ليفت هاندد تشتغل بايدك الشمال. طب في ناس بتعمل خطأ ان هو يجي يزيح كده ويقوم يقطع بالسكينه كده كده، ايدك كروست ماشي. حتى ولو مسيحي ما ينفعش انك انت جوه العمليات تعمل لي كروسنج بايدك، لا لازم ايدك ادي السكينه اهي وادي اللي بتسحب بيه، يبقى انا هسحب لنفسي كده، لكن ما اعملش كده وكده. بص انا ايديا حتى هتلاقي كتافك بتوجعك، ما ينفعش الاوبريتور يكون متضايق. العمليات كلها بتدور في فلك الاوبريتور. هنكون هنا هو بصوا ادي ايدي الثانيه قدامي وايدي المساعده هنا، سواء البتاجين دايركت او الجل. لو سمحت عايز بتاجين تقدر نحطه دايركت، نحط بتاجين هنا دايركت. الهدف من اليوبريكيشن عشان المشرط يجري معانا ونخلي المساعد يكون بيشد قدامنا، ولازم نبقى على راحتنا. شوف راحتك فين، واوعى تمسك السكينه غير بايدك الدوميننت، وايدك اللي هتشد قدامك هي اللي تكون شد باي طريقه. الجرى العرف ان بالسيف هتدخل بالسكينه بتاعتك تنجنشل، وبعد كده تقوم تعدل نفسك. كل ما كان الشد مظبوط كل ما كان الشيت بتاعك هيتاخد مظبوط. بعد كده هتدخل تنجنشل بكام درجه؟ تقريبا ب 30 درجه، وتكمل. مش مهم انك انت تمشي بسرعه، المهم انك انت تكون ستيدي في قوه واحده عشان خاطر يبني، وتكمل في استيدنس. ما يهمش بسرعه، هي مش معركه مع الوقت ولكن معركه مع الاستيدنس. وصلت للاخر بتاع الشيت بتاعك تقدر توقف في طريقه احترافيه انك انت تقطعها بالمشرط، او بلاش عشان ما يكونش في قطع للشيت، انك انت هتفتح اللوك بتاعك. وفتحنا اللوك، وبعد ما تفتح اللوك تقوم تقصها بالمقص ماشي اهو. بصوا قصيناها هنا اهو بالمقص. وبعد ما سحبنا السكينه بتاعتنا ادينا شفنا ان هي سبليت سيكنس. نعرف ازاي ان السبليت سيكنس مرفوعه؟ السبليت سيكنس بيحصل لها ايه؟ سكندري كونتراكشن. يعني لو انا حاططها هتكون على طولها، لكن لو هي فول سيكنس او سك هتكون حصل لها برايمري كونتراكشن، يعني تكش على مكانها وهي على الترابيزه. فدي ايديال سبليت سيكنس. غير ان انا رافعها فلازم تبقى ايديال. طبعا بصوا جان رفعها بنفسي، فدي احلى سبليت سيكنس اترفعت في الاونه الاخيره. احلى سبليت سيكنس اترفعت في 23 ماشي. وهنا اهوت لما بنيجي ايه هنرفع شيت تاني. بصوا لاحظوا لما بنرفع شيت تاني ده بقى ايه؟ بعد ما عملنا ديمونستريشن كان الجونيور دي تقريبا اول رقعه يعملها بعد الديمونستريشن. طبعا احنا هنا ايه شدين له لان هو لسه ما اتعودش ازاي ان هو يشد لنفسه، بس هنعوده. بس احنا يهمنا واحنا بنعلم حد نعلمه خطوه بما لا يضر العيان. يعني انا ما ينفعش عشان خاطر اعلمه اقول له خد جرب، لا ما طلعش. ما شاء الله رفع الحمد لله سكين جرافت جميله جدا. من اجمل الحاجات هنا ان زي ما احنا شايفين ان الفرق ما بين الجرافت الاولانيه والثانيه، شايفين الخط ده متهيألي بيتعمل بالدرماتوم، بيتعمل بالسكين جرافت، بالسكينه بتاعتنا بتاعت الواتسون ماشي. في انواع سكاكين كتير، بس السكينه اللي قدامنا دي اللي احنا عملنا عليها ديمونستريشن دي سكينه الواتسون. في سكينه تاني بيقوم يلف السكين جرافت بعد ما ترفعها تلف عليها. طب انا رفعت السكين جرافت اعمل فيها ايه؟ بعد ما رفعت السكين جرافت زي ما احنا شفنا الرقعه حطيناها في السلايد وناخدها نحضرها.
بنحطها في سين الجراف، السكين جراف تحط في صلاين، الكارتليج في صلاين. ده هيكون من تحت ملاصق للبيد، فانا بحطها على ظهرها، يعني المكان اللي انا هحطه على البيد هو اللي بيبقى في وشي. خدتوا بالكم من اللقطه دي؟ الجزء اللي بيلمع اللاسترس هو اللي احنا هنحطه على البيد. الناحيه اللي من ورا اللي هيكون ايه؟ الجلد اللي هو الابيثيليوم اللي احنا هنحطه من فوق، اللي احنا هنحطه فوقيه تاي اوفر. في غلطه اسمها النيفر ايفنت، تلاقي ان احنا حطينا العكس بالعكس. وفي اول فيديو قلت لك ان السكين جراف حط فين لما بترفعها؟ تحطها في صلاين. مين كمان؟ الكارتليج. مين الوحيد اللي انت هتحطه في بلاد لما ترفعه كجرافت؟ البون. البون له معامله خاصه، حطه في بلاد سو جوز طالما انت هتاخده كبون جرافت. حط على البيد ليه؟ عشان انا لما هفرد دلوقتي بنفرد بظهر الاله زي ما احنا شايفين، مش بصبعنا مش بالجب، لكن لما اجي افتح فيها فتحات اعمل باي كراستنج او ميشنج مانوالي، الهدف انها تديني وسع وفي نفس الوقت ما تجمعش الهيماتوما. لما بنيجي نفردها بالطريقه دي بظهر الاله اطمن ان انا فردتها كويس، اشوف هو انا عايز تديني طول بالعرض ولا بالطول. لو انا عايز بالعرض يفضل مشط 11 او 15، وهنا اقدر امسك التب. لو انا عايز بالعرض يبقى انا هعمل شرطه طوليه، لو انا عايز بالطول يبقى انا هعمل كده. ليه؟ انا لو عملت بالطريقه دي يبقى انا هدي طول، هتدي طول معايا. لو انا كده هو اديت النشر بالطريقه دي هتدي عرض معايا، وناخد ابعاد زي ما يناسبني. نشوف انا محتاج طول ولا عرض، ما نخليهمش جنب بعض كتير، وزي ما احنا شايفين بالطريقه دي. ولما اخلص الحجم بتاعي ان انا اعمل له المشن، ابدا ان انا اخدها على المكان اللي انا حضرته ليه، ودايما اثبت وتكون ثابته. كونها انها مش بتكش يبقى ده بيثبت ان احنا رافعينها سبليت مش فول سيكنس، لان الفول سيكنس بيكون بيحصل معاها حاجه اسمها برايمري كونتراكشن، يعني بتكش على نفسها على الترابيزه، برايمري على الترابيزه ده مين مع الفول سيكنس. اما دي سبليت سيكنس على ابوه، من افضل سبليت سيكنس في الدنيا عشان احنا اللي رافعينها، عشان خاطر انها ما كشتش. ماشي جزر وحسن. اتمنى كان ده يكون ديمونستريشن كويس جدا للسكين جراف، ولما اتبقى معانا جزء رجعناه في الدونر سايت بتاعنا. ودي كانت حكايه ازاي ترفع سكين جراف بالواتسون نايف ببساطه.